السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي الله ونصلي على الرسول. هنعمل النهارده القطايف بكل تكاتها. جبنا كوبايه سكر على 3/4 ميه، وهنحطها تغلي على النار. اول ما تغلي هنحط عصير نص ليمونه ونهدي عليها النار لمده 5 دقايق ونطفي. جبنا بقى كوبايه لبن واحده على معلقه نشا، قلبناهم على البارد، سيبناهم لحد ما غلوا. وفي الاخر خالص هنحط رشه الفانيليا. وهنا الشربات خلص، حطينا له برضو رشه الفانيليا عشان تبقى ريحتها فيه. هنحشي بقى القطايف كده بالكريمه الكدابه او المهلبيه او القشطه زي ما بتسموا. انا ما بحطش فيها سكر، كفايه قوي الشربات. وبشكر كل فانزاتي على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله، وبحبكم قوي قوي قوي. واللي اول مره يشوف قناتي بقى ما ينساش يشترك كده في القناه ويفعل الجرس بكلمه الكل عشان يوصل له كل اشعاراتي، ويحط لي لايك حلو كده وكومنت جميل. وكده بقى هنحشي القطايف. هو نص كيلو القطايف، ده كان نص كيلو قطايف من الكبيره. اخد كوبايه لبن عملتها مهلبيه، بس ما فاضش منها اي حاجه. فانا بعرفكم الكميه والشرب. واخد كميه الشربات كلها اللي هي كوبايه سكر على 3/4 ميه. هنقوم عاملين فيها حاطينها على النار هتغلي. اول ما تغلي نعصر عصره ليمونه. وبعدين بقى نخلي النار متوسطه لمده 5 دقايق. هتلاقي الشربات تقيل، تقوموا طافيين عليه وحاطين له رشه الفانيليا ومقلبينه. وعملنا بقى الكريمه الكدابه او المهلبيه. كوبايه اللبن عليها معلقه نشا، ونقلبها نقلبها. وبعدين نرفعها على النار لحد ما ما تتماسك وتبقبق كده، يعني تعمل يعني بقبقه كده. تعرفي ان النشا استوت. تنزلي عليها برضو بالفانيليا، وتقلبيها. ويعني بعد ما تطفي تحطي الفانيليا. هنحشي بقى كميه القطايف كلها كده. يعني دي كميه الشربات ودي كميه المهلبيه اللي خدتها نص كيلو القطايف. طبعا هنيجي بقى سر القرمشه بتاعتها ازاي لتاني يوم. كده بقى فرغت الشربات كده في بوله عشان يبرد. عم احمر الطاسه بقى دي بتاعت ماما، يعني قديمه وكده من كتر الاستعمال. حطينا بقى كميه الزيت وهننزل بقى بالقطايف نحمرها. قرمشه في ناس بتشتكي ان القطايف اللي بالمهلبيه بتطرى. فطبعا لازم الشربات يبقى تقيل وبارد زي ما انا عملته معاكم كده. والتحمير بقى لازم ياخد اللون البني اللي هو مش الدهبي الفاتح، لا البني الغامق سنه. هتشوفوه معايا دلوقتي. ده بقى بتقعد لتاني يوم مقرمشه. جربيها وهتدعيلي. في ناس بتطلعها اللون ده. طبعا لا، كده هتبقى طريه بقى وتحسوا ان انتوا بتاكلوا عجين. طبعا انا ما بعملش عجينه القطايف في البيت لان يعني مشروع فاشل، يعني جربتها كذا مره ومش حلوه. فانا يعني اللي عايز يعمل العجينه في البيت يعملها، بس انا ما بعملهاش في البيت يعني مش مستاهله. فهو ده كان نص كيلو قطايف، ما خدش الا كوبايه لبن وكوبايه سكر على 3/4 ميه شربات. وكده بقى بنحمرها بقى، ولا بصفيها ولا حاجه. يعني بالمعلقه كده اهو بتنزل بقى على الشربات تقليبه واحده كده. وبنطلعها بقى على طبق التقديم. عايزين ترشوا بقى جوز هند براحتكم، مش عايزين طبعا على حسب امكانياتكم. المره الجايه بقى هنحشيها بالمكسرات، بس انا قلت بقى كل سنه وانتم طيبين. وعملت لكم بقى القطايف عشان اللي عايز يعملها اول يوم رمضان يعملها. هنا بقى كانت الصوت مقرمش كده، مقرمشه تحفه. والكريمه جميله ومتماسكه وقشطه جميله. تستاهل بقكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك لحنونه. وبحبكم في الله يا اجمل متابعين. وباي باي.